السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله ناخد مع بعض الدرس الرابع معانا في الوحدة الثانية، وهو الموارد الطبيعية في بيئتنا المصرية. موارد طبيعية في بيئتنا المصرية. احنا أخدنا في الدرس اللي فات إيه؟ أخدنا في الدرس اللي فات بيئتنا المصرية، وعرفنا إن في بيئة صحراوية وبيئة زراعية وكمان بيئة ساحلية، صح كده؟ احنا دلوقتي هنعرف بقى ايه هي الموارد الطبيعية اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى. خلقها فين؟ خلقها في قلب البيئات ديت. سواء بقى عندنا ايه، عندنا هواء، عندنا مية، عندنا نبات، عندنا مثلا عندنا معادن، عندنا مصادر طاقة، عندنا حاجات كتير جدا موجودة عندنا في ايه، في البيئات المصرية اللي موجودة عندنا او اللي احنا اخدناها. تعالوا بقى نتكلم مع بعض عن الموارد الطبيعية، ونتكلم عنها ونشوف هناخد موارد ايه موجودة معانا النهاردة في درسنا. نبدأ مع بعض، يلا الدرس بسم الله. بس يا ريت لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا من الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا لاصحابكم عشان يستفادوا معاكم. نبدأ يلا درسنا بسم الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في الارض اللي احنا عايشين عليها حاجات علشان نقدر نتأقلم على الارض دي ونقدر نعيش فيها. زي المية، ما نقدرش نستغنى عن المية، صح كده؟ كمان خلق لنا الهواء اللي بنتنفسه، التربة اللي بتطلع لنا الغذاء اللي بناكله، الشمس اللي بتدفينا وبنستخدمها في حاجات كتيرة، الحيوانات اللي بنستخدمها وكمان في منها بناكلها، النباتات. كل دي حاجات طبيعية ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا علشان نقدر نعيش على الأرض ونتأقلم فيها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا موارد أو حاجات طبيعية هو اللي خلقها عشان تساعدنا ان احنا نقدر نعيش في الحياة. يبقى ما المقصود بالموارد الطبيعية؟ الموارد الطبيعية هي الموارد التي خلقها الله لنا لتساعدنا على الحياة، وبنستخدمها في إشباع حاجاتنا من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. تاني، الموارد الطبيعية هي الحاجات أو الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا علشان تساعدنا على الحياة، نقدر نعيش كده في الحياة. مش بس كده، لا، ان احنا نقدر نستخدمها عشان نشبع حاجاتنا من مأكل نحتاجها في الأكل زي التربة والمية، والمشرب زي الماء، الملبس اللي بناخده من الحيوانات والتربة زي القطن، والمسكن اللي بنسكنه وبنرتاح وبنستقر فيه. طيب، تنوع الموارد الطبيعية الكتيرة جدا جدا الموجودة في البيئات المصرية دي أدت إلى إيه؟ أدت إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية. تاني، تنوع الموارد الطبيعية، الموارد الطبيعية الكتير دولت أدى إلى إيه؟ أدى إلى تنوع البيئات المصرية. البيئات المصرية عندنا تنوعت، زي البيئة الصحراوية، زي البيئة الساحلية فيها بحر، البيئة الزراعية فيها مياه عذبة زي نهر النيل وفيها تربة خصبة، فبقى عندنا بيئات مختلفة. طيب، البيئات المصرية والموارد الطبيعية اللي تنوعت دي أدت إلى إيه؟ أدت لتنوع الأنشطة الاقتصادية اللي هي الشغلانات، الشغل اللي الناس بتشتغله. في البيئة الساحلية بتختلف عن البيئة الصحراوية، عن البيئة الساحلية، عن البيئة الزراعية، كله بيختلف عن بعضه، صح كده؟ مثلا اللي بيشتغل في البيئة الساحلية غير اللي بيشتغل في البيئة الزراعية، اللي بيشتغل في الأرض الزراعية غير اللي بيشتغل في البيئة الصحراوية في الرعي، كله بيختلف عن بعضه. يبقى تنوع الموارد الطبيعية في البيئات المصرية أدى إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة المصرية أو في البيئات المصرية. طيب، تعالوا بقى نشوف الموارد المائية. نبدأ كده بأول حاجة عندنا من الموارد الطبيعية، عندنا الموارد المائية. من ضمن الموارد الطبيعية الموجودة عندنا في مصر المتنوعة عندنا موارد مائية. هنتكلم عن الموارد المائية، المية. كمان عندنا ايه؟ عندنا موارد نباتية هنتكلم عنها. كمان عندنا موارد معدنية ومصادر طاقة، موارد معدنية وايه ومصادر طاقة. تعال ناخد كده مع بعض الموارد المائية. الموارد المائية نتكلم عن الموارد المائية عن المية، يبقى هنتكلم عن نوعين مية. لا اما مية عذبة، مية عذبة اللي احنا بنشرب منها وبنروي بيها الأراضي الزراعية، ومية مالحة اللي احنا بنروح كده نصيف فيها، اللي هي المية المالحة، البحر يعني، اللي بنروح نصيف فيه. المية العذبة عندنا بتجيلنا في ايه؟
بتجيلنا في 3 اشكال او 3 انواع. طبعا نهر النيل ميته ميه عذبه بنشرب منها، بنزرع منها الاراضي. كمان مياه الامطار الشتويه، المطر اللي بينزل عندنا في الشتاء ده ميته بتبقى عذبه، فبنقول عليه ايه؟ بنقول عليه ميه المطر الشتوي او مياه الامطار الشتويه، يعني الميه اللي بتنزل في المطر في فصل ايه؟ فصل الشتاء. كمان عندنا المياه الجوفية العذبة. مياه جوفية عذبة، المياه دي موجودة في الصحراء. دي بنجيبها ازاي بقى ما دام موجودة في الصحراء؟ يعني هنروح كده نلاقيها موجودة زي نهر النيل ما هو موجود كده؟ لا، دي بنفضل نحفر فيها باطن الارض لحد ما بتخرج لينا من باطن الارض. يبقى المياه الجوفية دي بتجيلنا منين؟ بنجيبها من باطن الارض، بنقعد نحفر فيها الارض كده في باطن الارض لحد ما بيطلع لنا ايه؟ بتطلع لنا مياه جوفية. طب موجودة فين المياه الجوفية دي اللي في باطن الأرض؟ دي موجودة عندنا في الصحراء الغربية، خاصة فين؟ في الواحات. المياه الجوفية اللي قلنا عليها كده اللي موجودة في الصحراء دي موجودة عندنا في الصحراء الغربية بس في مكان اسمه الواحات. عشان كده نروح ندور على مياه جوفية مش لازم. الواحات دي موجودة فين؟ موجودة عندنا في الصحراء الغربية. يبقى عشان نجيب مياه جوفية من الصحراء الغربية مش هنروح ندور بقى في كل الصحراء بتاعت الصحراء الغربية الكبيرة جدا دي، لا احنا هنروح مكان اسمه الواحات، هنلاقي فيه كده، نحفر كده هنلاقي فيه الايه؟ المياه الجوفية. كمان موجودة فين المياه الجوفية؟ موجودة شبه جزيرة سيناء بس في بعض المناطق، يعني مش كل شبه جزيرة سيناء، بعض المناطق في شبه جزيرة سيناء هنلاقي فيها مياه ايه؟ مياه جوفية. طب المياه الجوفية دي بنعمل بيها ايه؟ مهمة في ايه؟ مهمة ان هي بتساعدنا على قيام حرفة الزراعة في البيئة الصحراوية. ان عندنا طبعا بيئة صحراوية ما فيهاش مية، طب لما نلاقي مية هنبدأ نزرع كده في البيئة الصحراوية وتقوم حرفة الايه؟ الزراعة. طب لما يبقى في زراعة كده ايه اللي هيحصل؟ هيتركز السكان حوالي، هيجي كده ناس وسكان كده ويقعدوا حوالين الايه؟ هيقعدوا حوالين الزراعة اللي عملوها بالمياه او اللي قاموا بزراعتها بالمياه الجوفية. كده اتكلمنا عن المياه العذبة. طيب المياه المالحة بقى اللي هي البحار اللي بنروح نعوم فيه ونصيف فيه. عندنا موجود في برضو البحار في مصر موجود، لا اما بحر متوسط لا اما بحر احمر وخليج السويس والعقبة شرقي شرق مصر. عندنا البحر المتوسط والبحر الاحمر البحر الاحمر بقى بخليج السويس وخليج العقبة الاتنين مياه مالحة. طب البحر المتوسط عندنا والبحيرات المالحة الشمالية. نجيب كده الخريطة، ادي الخريطة عندنا اهي، نصغر كده في الخريطة. ده البحر الاحمر ميه مالحه. خليج العقبه، ده خليج العقبه، الودن اللي طالعه دي اسمها ايه؟ خليج العقبه، برضو ميته مالحه. طب والودن التانية اسمه خليج السويس، برضو دي ميه مالحه. وكمان عندنا البحر المتوسط، كل البحر المتوسط ده ميه مالحه. بس كده؟ لا، احنا عندنا كمان بحيرات، 5 بحيرات مالحه في الشمال. على البحر المتوسط كده في 5 بحيرات نحفظهم مع بعض. اول بحيرة عندنا اول بحيرة البردويل. بحيرة ايه؟ بردويل، ادي بحيرة البردويل. جنبيها على طول كده عندنا بحيرة المنزلة. الايه؟ منزلة، يبقى بردويل منزلة. تالت بحيرة عندنا اللي هي هنا كده في الدلتا، ودي بحيرة البرولوس. بحيرة البرولوس جنبيها الحتة دي اهي، دي عندنا اسمها بحيرة اتكو. ودي اخر بحيرة اللي هي بحيرة ايه؟ دي بحيرة مريوت. يبقى تاني هنا نكتبهم كده مع بعض، نحاول كده بالراحة اهو. 5 بحيرات عندنا: بحيرة البردويل، دي بحيرة البردويل اهي. وهنا دي بحيرة المنزلة، دي بحيرة البرولوس، بحيرة اتكو، واخر بحيرة اللي هي بحيرة مريوت. دول 5 بحيرات موجودين في الشمال. يبقى كده اخدنا المياه المالحة واخدنا المياه العذبة. طيب تعالى ندخل على تاني حاجة من الموارد عندنا الطبيعية، وهي الموارد النباتية. موارد ايه؟ موارد نباتية. الموارد النباتية اللي هي النباتات اللي موجودة في الصحاري المصرية. ليه؟ لان دي ربنا هو اللي خلقها، طلعت لوحدها كده، الانسان ولا زرعها ولا جا جنبها، هي طلعت لوحدها كده، فبنقول عليها موارد نباتية او نباتات طبية وعطرية. ايه؟ نباتات طبية وعطرية اللي هي موجودة فين؟
في الصحاري المصرية. فالنباتات الطبية والعطرية دي ليها ايه؟ ليها ثروة اقتصادية كبيرة. طب ليه بنقول عليها طبية وعطرية؟ لان هي بتدخل او بتستخدم في الادوية، وكمان بتستخدم في العطور، عشان كده بنقول عليها نباتات طبية وعطرية. نباتات ايه؟ طبية وعطرية. المصريون منذ القدم كده من زمان، من آلاف السنين، كانوا بيستخدموها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. زي عندنا ايه؟ زي ان هي بتدخل في صناعة الأدوية، وكمان في العطور، البرفانات كده، والصابون، وكمان مستحضرات التجميل. النباتات الطبية او العطرية دي نباتات موجودة في الصحاري المصرية، الانسان ملوش علاقة بيها، ربنا هو اللي ايه؟ هو اللي خلقها. نباتات طلعت مع نفسها كده لوحدها من غير ما حد يتدخل في زراعتها. طب النباتات دي بنقول عليها ليه نباتات طبية وعطرية؟ لان المصريون القدماء او المصريون منذ القدم استخدموها في ايه؟ استخدموها في حاجات كتير جدا. استخدموها في صناعة الادوية، استخدموها عندنا في العطور، في الصابون، في مستحضرات التجميل. مستحضرات الايه؟ التجميل. زي ايه بقى النباتات الطبية دي؟ عندنا زي نبات الصبار، وكمان الخروع، وفي نباتات تانية كتير جدا جدا موجودة عندنا. طيب بعد كده عندنا الموارد المعدنية ومصادر الطاقة. موارد معدنية ومصادر طاقة عادل عندنا بتنتشر في مصر في اماكن كتير جدا في الصحاري. بندور عليها كده وبنحفر الارض عشان نطلعها. يبقى بنجيبها منين؟ بنجيبها من باطن الارض. طب المعادن دي عبارة عن ايه؟ معادن دي عبارة عن حاجات صلبة، حاجات ناشفة كده. طب زي ايه؟ زي الحديد. الحديد عندنا من المعادن، من المعادن الصلبة والقوية. الفوسفات كمان من المعادن. الحديد والفوسفات موجودين في الصحراء الغربية. فين؟ في الصحراء الغربية. حديد، فوسفات، صحراء غربية. طيب كمان عندنا النحاس، نون، والذهب. نحاس وذهب يبقى صحراء شرقية. نحاس وذهب يبقى موجود في الصحراء الايه؟ الشرقية. منجنيز ونحاس برضو. وعندنا تنتالوم، ده عندنا ده موجود في شبه جزيرة سيناء. التنتالوم ده موجود عندنا في شبه جزيرة سيناء. في شبه جزيرة ايه؟ شبه جزيرة سيناء. يبقى المعادن موجودة عندنا في الصحاري، زي في الصحراء الغربية عندنا حديد فوسفات، عندنا في الصحراء الشرقية نحاس وذهب، شبه جزيرة سيناء عندنا منجنيز ونحاس، وعندنا اللي هو الايه؟ التنتالوم. من ايه؟ التنتالوم. طب المعادن دي مهمة؟ طبعا مهمة جدا جدا جدا. مهمة في ايه؟ مهمة ان احنا بنستخدمها في قيام العديد من الصناعات. بندخلها في حاجات كتير جدا جدا في الصناعات، زي صناعة الحديد والصلب، الصواريخ، الحلي. فاحنا عرفنا المعادن بنستخدمها في ايه او مهمة في ايه؟ في ان احنا بنقيم بعض او العديد من الصناعات، زي صناعة الحديد والصلب، الصواريخ، طيارات، الحلي. الحلي اللي هو ايه؟ زي الذهب اللي بنلبسه، الذهب. كل ده بيدخل منين او بيتصنع عن طريق ايه؟ بيتصنع عن طريق المعادن. عن طريق ايه؟ المعادن. تاني حاجة عندنا وهي الرمال. تاني حاجة الرمال. الرمال عندنا الأراضي المصرية أو الصحاري المصرية بتضم أنواع مختلفة من الرمال اللي بتدخل في كتير جدا من الصناعات. زي عندنا نوعين من الرمال هنا كده، رمال خلي بالكم مش صحاري أو مش صحراء. عندنا زي الرمال البيضاء، رمال بيضاء، ورمال سوداء. رمال بيضاء ورمال ايه؟ رمال سوداء. الرمال البيضاء دي من أجود وأحسن أنواع الرمال في العالم. أحسن نوع رمال في العالم هي الرمال البيضاء. ليه؟ بسبب نقائها، بيضة كده وايه، ولونها حلو جدا، نقية، تحس ان هي ابيض بيور كده. فدي من اجود واحسن انواع الرمال في العالم. بسبب ايه؟ بسبب نقائها. موجودة فين؟ موجودة في الصحاري المصرية، في الصحراء المصرية او كل الصحاري المصرية. اهميتها بقى مهمة في ايه عندنا؟ مهمة ان هي بتدخل في الكتير جدا من الصناعات، زي صناعة الزجاج اللي هو الازاز. كمان الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية اللي هي دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن حاجات كده او خلية كده، خلية شمسية بنحطها في الشمس، بتمتص عندنا الشمس وتحول لنا الشمس ده لطاقة كهربائية، بيتحولها لنا الكهرباء. فالكهرباء دي بنقدر نستخدمها في كل مكان عندنا موجود. يبقى الرمال البيضاء مهمة جدا. ليه؟ لان هي من اجود انواع الرمال في العالم. ليه؟ بسبب نقائها. موجودة فين؟ موجودة في الصحاري المصرية. طب ليه مهمة؟
هنقول لان هي بتدخل في العديد من الصناعات زي صناعة الازاز او الزجاج والخلايا الشمسية. الرمال السوداء بقى عندنا دي جت منين؟ دي كونتها رواسب نهر النيل، علشان كده بتتميز باللون الاسود. الرمال السوداء ديت الرواسب بتاعه نهر النيل كونتها لي، فعشان كده بتتميز باللون الاسود. طب موجوده في، لو عايزين نشوفها، موجوده على طول سواحل البحر المتوسط من العريش شرقا حتى رشيد غربا. تعال نطلع للخريطه كده ونجيب الخريطه معانا، نحذف بقى كل البحيرات دي اهي. وادي عندنا الرمال جايه لنا منين؟ جايه من رشيد، من هنا كده، من رشيد، من العريش هنا، جايه لنا من العريش من هنا، ماشيه معانا لحد ما وصلت لفين؟ لحد ما هي موجوده هنا عندنا في رشيد. يبقى جايه من العريش هنا كده من الشرق لحد عندنا ايه؟ لحد رشيد كده عندنا في الغرب. تمام كده؟ ديت موجود عليها الرمال السوداء. تكونت نتيجه ايه؟ تكونت نتيجه رواسب نهر النيل. نتيجه ايه؟ رواسب نهر النيل. طب دي مهمه؟ طبعا مهمه جدا جدا جدا، لان بيدخل فيها، تحتوي على معادن اقتصادية، وبتدخل في صناعات كتير جدا جدا مهمة. زي ايه؟ زي صناعة الخزف. عندنا صناعة الخزف دي صناعة مهمة، وبقينا نصدر دلوقتي منها من كتر ما هي موجودة، ومن كتر ما هي معدن اقتصادي مهم جدا جدا جدا. دي الايه؟ دي الرمال السوداء. كده اتكلمنا عن الرمال البيضاء واتكلمنا عن الرمال السوداء. تعالوا بقى نشوف مصادر الطاقة. مصادر الطاقة، مصر تمتلك العديد من مصادر الطاقة. زي ايه؟ عندنا زي البترول والغاز الطبيعي، زي الفحم، زي الرياح والشمس. كل دي مصادر طاقة. مصادر الطاقة دي موجودة عندنا في أماكن كتيرة في مصر. موجودة فين؟ لو احنا عايزين بترول وغاز طبيعي هنروح كده في الصحاري المصرية، وخاصة في خليج السويس. هنلاقيها موجودة في الصحاري المصرية، في الصحراء كده، وكمان خليج السويس موجود فيها البترول والغاز الطبيعي. طب لو عايزين فحم، الفحم منتشر جدا في شمال شبه جزيرة سيناء، هنلاقي موجود فحم كتير. طب لو عايزين رياح وشمس، يبقى دولت بيعدوا مصادر للطاقة خاصة للشمس الساطعة معظم أيام السنة. مصر طول أيام السنة أو معظم أيام السنة بيبقى فيها شمس ساطعة كده، بتبقى إيه؟ طالعة وبتكون قوية جدا. الرياح والشمس ممكن نستخدمهم كمصادر طاقة. ازاي؟ مش احنا لسه قايلين دلوقتي الشمس في الخلايا الشمسية ان احنا ممكن بناخد الشمس كده وبنحولها للكهرباء. طيب الرياح كمان بنحركها عن طريق مراوح كده، اللي احنا كنا متكلمين عنها كده، مراوح دي برضو بتلف كده وبتحول لنا الرياح الى كهرباء. يبقى كده مصادر الطاقة عندنا بترول وغاز طبيعي موجودين في الصحاري المصرية ومنتشرين في خليج السويس. عندنا الفحم ده موجود في شبه جزيرة سيناء في الشمال. الرياح والشمس دولت من مصادر الطاقة، خاصة الشمس اللي عندنا طول العام او معظم ايام العام بتلاقي الشمس طالعة وبتكون قوية. تعال ندخل بقى على الاستخدام المستدام للموارد. الاستخدام المستدام للموارد، التنمية المستدامة دي يعني ايه؟ التنمية المستدامة دي يعني ان انا بستخدم الموارد الطبيعية دي وبلبي بيها احتياجاتي، وكمان مش بس كده، لا ايه ده، انا بحافظ عليها للاجيال القادمة، الاجيال الناس اللي جاية بعدينا بنحافظ على الموارد دي عشان برضو هما كمان يستخدموها. يبقى ديت اسمها تنمية مستدامة، حاجة بنميها ان هي تفضل مستدامة او تفضل موجودة، وان انا استخدمها استخدام صحيح، احافظ عليها عشان منها ان انا البي احتياجاتي، اشوف احتياجاتي منها عاملة ازاي واخدها، وكمان احافظ عليها عشان خاطر ايه؟ خاطر الاجيال القادمة، الناس اللي جاية بعدينا. طب مصر عملت ايه بقى؟ مصر اقامت عدد كبير جدا من المشروعات عشان تستفيد من الموارد الطبيعية دي وتحقق التنمية المستدامة. أقامت مصر عدد كبير جدا من المشروعات عشان تستفاد من الموارد الطبيعية دي. ليه؟ عشان تحقق عندنا تنمية مستدامة. طب زي ايه؟ زي مشروع انشاء اللي هو 100,000 صوبعة زراعية. صوبعة زراعية يعني ايه؟ يعني مكان كده متغطى بايه؟ متغطى ببلاستيك من فوق. هنا الزراعة، وهنا كل جزء ده عبارة عن زراعة ومتغطية من فوق بحاجة بلاستيك كده. طيب دي مفيدة في ايه؟
مفيدة ان احنا بنزرعها وبننتج منها خضروات وفاكهة. باستخدام كمان ايه، ان احنا بنقدر نستخدم مساحة قليلة جدا من الارض الزراعية وكمية قليلة من المياه العذبة. يعني بنعمل انتاج او بنزرع خضروات وفاكهة في حتة ارض صغيرة وما بتاخدش مية مننا كتيرة اللي هي المية العذبة. فدي اسمها الصوبعة الايه الزراعية، اللي انا بقدر ازرع الارض وخضار وفاكهة زي ما انا عايز على مساحة ارض زراعية وصغيرة جدا، وكمان المية العذبة بتكون ايه، تكون قليلة. طيب ليه بقى؟ علشان نلبي احتياجات المواطنين المصريين المتزايد من الموارد الغذائية نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان. كل يوم في زيادة في عدد السكان، كل يوم كل يوم كل يوم عدد السكان عمال عندنا بيزيد. طب الناس اللي بتزيد ديت والناس الجديدة دي هنأكلها ونشربها منين؟ عملنا الصوبعات ديت عشان تلبي حاجات الإنسان أو المواطن المصري، ان هو يلاقي الموارد الغذائية بتاعته، يلاقي الأكل بتاعه. فالناس الكتيرة اللي بتيجي دي تيجي تلاقي ايه، تلاقي الاكل بتاعها موجود. كمان برضو بتعمل لنا ايه الصوبعة دي، بتوفر لنا فرص عمل لاكتر من 250,000 مواطن مصري. اكتر من 250,000 مواطن بيشتغل بس في الصوبعة ديت، بيشتغل تبعها، فكده بتوفر لي فرص عمل. كمان زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية وزيادة دخل الدولة. مصر كده لما تيجي تعمل الزراعة دي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندها محصول زيادة. طب المحصول الزيادة ده هتوديه فين؟ تبدأ تصدره. طب لما تيجي تصدره وتديه للبلاد التانية اللي مش عندها، هتدخل لنا دخل قومي، هتدخل لنا عملة صعبة، هتدخل لنا فلوس نقدر نعمل منها مشاريع. صح كده؟ يبقى عشان نعمل تنمية مستدامة الدولة عملت ايه؟ الدولة عندنا انشأت 100,000 صوبعة زراعية. صوبعة زراعية، طب ليه عملت كده؟ عشان تزيد او تنتج الخضار والفاكهة في حتة صغيرة كده من الارض الزراعية، ما تاخدش مكان يعني، وكمان تستخدم كمية قليلة من المية العذبة. كمان ايه، كمان الناس اللي عمالة كل يوم بتتولد وتتولد وتتولد، ففي زيادة كبيرة قوي في السكان، دولت هياكلوا ازاي؟ فلازم نوفر لهم احتياجاتهم من الموارد الغذائية او من المواد الغذائية. مش بس كده، دي كمان بتوفر للشباب فرص عمل. وفرت كام يعني؟ حوالي 250,000 فرصة عمل للمواطنين المصريين، او 250,000 فرصة عمل للمواطن المصري. كمان ان هي لما بيفضل عندنا كمية كويسة مش هنرميها، لا ده احنا هنصدرها، يعني هنبعتها للدول اللي هي ما عندهاش الزراعة دي او المنتج ده، فبالتالي هتدينا مقابله فلوس، فالفلوس دي هناخدها تعمل لنا دخل او زيادة في الدخل بتاعنا، فنقدر نعمل منه المشاريع اللي احنا او اللي الدولة محتاجاها. وبكده خلاص نكون خلصنا مع بعض الدرس، وان شاء الله نحل الاسئلة. ولو برضو عندكم اي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا ان شاء الله هجاوبكم عليه. اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم النجاح. مع السلامة، في حفظ الله وفي رعايته.